وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسم الله نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلما وردت كلمة خلق أو يخلق بعدها كلمة من. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، خلق الإنسان من علق. فالسيد المسيح عليه السلام يقول: أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله. إذن يوجد خالقين غير الله، لكنه سبحانه وتعالى أحسن الخالقين. لذلك فاطر يتساءل الوجوديون وعلى رأسهم أرسطو، طالما أنه سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فمن أين جاءت هذه المادة؟ تناسوا حقيقة أساسية تقول بالفيزياء أن العدم هو كل الفيزياء، فكل شيء وجد أو يوجد أو يمكن أن يوجد جاء من العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الإلكترون شيء مذكور، إذا لم يكن حتى إلكترون. وسبحانه وتعالى يخاطب زكريا: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، حتى ما كنت إلكترون. لذلك بدأ الكون بقبضة فاطر. فالسادة الفقهاء يقولون أن أمره بين الكاف والنون. في الواقع من الناحية الفيزيائية الصحيحة أمره قبل الكاف والنون، لأننا إذا لفظنا حرف الكاف نكون قد أخذنا ثانية، وفي الثانية يكون الضوء قد قطع 300,000 كيلومتر في الثانية. إذا أراد شيئا متى ما تكفي الإرادة لكي يكون الموضوع حقيقة وجود. لذلك الصورة الحمد لله فاطر السماوات والأرض، يبدأ الله الخلق ثم يعيده. جاء الكون من العدم، كانت المادة مضغوطة بشكل عجيب. قد يبدو الجدار أصم، لكن الجدار فارغ أمام أشعة الراديو والتلفزيون والموبايل واللاسلكي. إذا ضغطنا المادة بحيث نضغط فراغ الذرة نجعل نواة الذرة تلامس نواة الذرة الأخرى حسب جدول مندليف وبالوزن الذري الفيزيائي الحقيقي، نحصل على مادة وزن السنتيمتر المكعب الواحد 114 مليون طن. بعبارة أخرى، إذا أحضرنا 1,627 مليون إنسان، 1,627 مليون إنسان، متوسط وزن الإنسان 100 كيلوغرام، بينضغطوا معنا بسنتيمتر مكعب واحد. فنحن كثير نافشين حالنا، حاسبين حالنا قضية، لكن الله سبحانه وتعالى قادر أن يجمع الإنسانية كاملة بعلبة كبريت. هذه المادة الكرة الأرضية بالكامل إذا ضغطت بهذا الشكل فإنها كرة نصف قطرة 87 سنتيمتر فقط، محتفظة بوزنها وجاذبيتها. كانت المادة مضغوطة بهذا الشكل، ولم يكن الزمن موجودا، لأن الزمان ينتج من حركة المكان. فاليوم إذا أوقفنا الكرة الأرضية عن الدوران في يوم الجمعة ما بيصير يوم سبت، إذا أوقفنا الأرض عن الدوران. القرآن الكريم منذ 1400 عام أوضح هذه الحقيقة، أن الزمان يأتي بعد المكان. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. أصبح الزمان. إذن الزمان هو إحساسنا بسرعة انتقال المكان. فإذا أسرعنا الأرض في الدوران نسجل أياما أكثر، إذا أبطأنا الأرض في الدوران نسجل أياما أقل. فعلى سبيل المثال أقرب الجيران لنا في الكون هو القمر. الأرض بتسجل 30 دورة، 30 شروق وغروب. القمر يسجل دورة واحدة، النسبة 1:30. فإذا ولد مولودان، واحد على الأرض وواحد على القمر، على الأرض يسجل 30 شروق وغروب، 30 يوم بصير عمره،
على القمر بيسجل شروق وغروب واحد فعمره يوم واحد. على الارض بيصير عمره 30 سنة، على القمر ابن سنة. على الارض عمره 60 سنة او 90 سنة، على القمر ابن 3 سنوات. هذا اقرب الجيران لنا. اذا كانت المادة مضغوطة بهذا الشكل، اذن الله سبحانه وتعالى بانفجار هذه المادة. اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. وبدأ الكون منذ 16 مليار سنة بالتوسع آخذا شكل البوق العملاق، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. فالشكل العام للكون الذي يجمع السماوات والأرض على شكل صور أو على شكل بوق. هذا الانفجار مضى عليه بحوالي 16 مليار سنة. عمر مجموعتنا الشمسية 4 مليارات و500 مليون سنة. إذا مثلنا عمر مجموعتنا الشمسية فقط بسنة ميلادية واحدة على سبيل المثال، يعني مثلناها ب 12 شهر، فخلقت الشمس والكواكب بشهر شباط، بشهر كانون الثاني وشباط. خلقت الزواحف كشكل مثالي في تشرين الثاني. متى ولد آدم؟ إذا مثلنا عمر الكون، عمر مجموعتنا الشمسية بسنة ميلادية واحدة، فإن آدم ولد الساعة 3 بعد ظهر 31/12. يعني إذا كان عمر مجموعتنا الشمسية 8760 ساعة سنة، فنحن نعيش 8 ساعات الأخيرة منها. لذلك فعلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ في 99.99 من أيام الدهر لم يكن لنا وجود. فنحن متأخرين جدا ونعيش اللحظات الأخيرة نعيشها من عمر الكون. الكرة الأرضية حاليا مقبلة على حدثين هائلين سيحدثان في يوم واحد، حينما نزل قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. جاءتنا القذيفة من علم الغيب، قذيفة تمشي بسرعة الضوء 300,000 كيلو متر في الثانية ونحو الكرة الأرضية مباشرة. أتى أمر الله، قال أطلقنا القذيفة. وحينما طالب بعدم الاستعجال لأنها لحالة معجلة مقول في اللغة العامية، جاءتنا قذيفة بسرعة 300,000 كيلو متر بسرعة الضوء أو ربما أسرع نحو الكرة الأرضية مباشرة. مع هذه القذيفة يسبح ملائكة كرام. الملائكة سوف يصلون قبل القذيفة ربما بساعة أو بساعتين أو بربع ساعة لكي يميتوا وبسرعة كل المؤمنين على سطح الأرض كي لا يشهدوا أحداث الساعة، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة وعلى ظهر الأرض مؤمن. سورة النازعات توضح الحدث فيزيائيا بشكل عجيب: والنازعات غرقا والناشطات نشطا بسرعة والسابحات سبحا. مع القذيفة انتقل من الواو إلى الفاء. والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. تحدث عن أسرع من سرعة الضوء. بصورة القمر: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. الآية الأخرى: ما تأتيكم إلا بغتة ثقلت في السماوات والأرض لا يجليها لوقتها إلا هو. إذن والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. حدثين هائلين بحادث سير كوني رهيب سيمر على الكرة الأرضية. يوم ترجف الراجفة ستقوم هذه القذيفة بضرب الأرض من جانبها فتعكس دوران الأرض فتشرق الشمس من مغربها ويصبح